بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. البلاي ليست دي إن شاء الله هي اللي هتخليك على الطريق بإذن الله. البلاي ليست دي هتعرفك في تقريبا 5 أو 6 فيديوهات. هنتكلم عن كل حاجة بره البرمجة، بره البروجرامينج خالص. هنتكلم عن الحاجات اللي هي تخليك في سوق العمل، من أول تتعلم إيه، من أول تشتغل إزاي، هتلاقي شغل من فين، مش عارف ايه التفاصيل دي كلها. هتلاقي نصايح كتيرة قوي. هتلاقي قصص تقدر تعمل منها كوميكات وميمز وشغل حلو قوي يعني. ما تقلقش، اهم حاجة تخليك للآخر، ما تقلبش اي فيديو. ببلاي ليست جميلة والله ومفيدة قوي. هنتكلم ازاي تحدد سعر ساعة الشغل وتفاصيل كتير قوي حلوة يعني. ما تقلبش، يا ريت كل فيديو تمشي فيه لحد الآخر وتسمعه، هتستمتع. انصحك نصيحة من دلوقتي، البلاylist دي هتخلصها في يوم او 2 بالكتير قوي. تقعد على السرير في اخر اليوم وتتفرج على الفيديوهات، احسن بكتير قوي ما تيجي في نص اليوم وتتفرج عليها، ملهاش لازمة في نص اليوم. فانت خليك ايه، في نص اليوم يعني على السرير بالليل وانت راح تنام. تعالى بقى نبدأ ايه في اول فيديو في البلاylist دي. بيقول لي معانا فلاتر. فلاتر ده اول فيديو معانا. ليه تتعلم فلاتر، او ليه انا اتعلمت فلاتر اساسا يعني. بص يا بيه، قبل ما اخش في موضوع اللي اتعلمت فلاتر، احنا عندنا جروب على الواتساب. جروب الواتساب ده بنقدم فيه خدمة ال20 تستر الفري، وفي اللي هي بفلوس، وفي حاجات بنساعد بعض بيها، وفي حاجات حلوة يعني جوه الجروب. محدش هيتأخر عليك ان شاء الله. وهنتقسم ونظبط الجروب ده، نخليه جروب كده للدردشة وجروب تاني للشغل وحاجات كده حلوة يعني ان شاء الله. اللي جاي في المستقبل حلو بإذن الله. طيب، تعالى بقى نخش في موضوع الفيديو على طول عشان ما نطولش على بعض. ليه بنتعلم فلاتر؟ عارف يعني ايه الاول فلاتر؟ فلاتر دي يا بيه معموله من جوجل. فكرتها ان انت تكتب كود واحد بس وتطلع منه للموبايل وللويب وللديسكتوب، كل ده بكود واحد بس. تطلع منها للماك وتطلع منها للويندوز. عيش حياتك. حلو الكلام، حلو الكلام. ناس كتير بقى جت يا معلم قالت لك ايه، ده فلاتر دي هتنتهي، ده مش عارف ايه. هقول لك على حاجه، كل حاجه من الحاجات دي تنتهي، كل ده هينتهي. لو فضلت على الوضع ده بتشوف ايه اللي هينتهي وايه اللي مش هينتهي، مش هتخلص. طب انا مش هتعلم فلاتر عشان تنتهي؟ طب ده بايثون بكره هتنتهي، ده الاي اي دخل مش عارف ايه. يا عم اخلص، يا عم اخلص، ابدا بس الاول. ما تجيبش حجج وشغل البارد ده. اعتبرها قفلت، هتعمل ايه؟ اعتبرها ما قفلتش، هتعمل ايه؟ طب ما انت زي ما انت واقف، في اللي اشتغل وفي اللي ما اشتغلش. طب ما هي بادئه من مش عارف 2017 بان ولا ايه، ولا قبل كده كمان. وفي ناس شافتها لسه نازله جديد، ما قالتش ليه دي مش هتشتغل، وليه راحت تتعلمها اصلا، وليه وصلت للانتشار ده. كبر دماغك، اشتغل واخلص يعني، انجز مصلحة هشوفها ايه اللي بغيرها. انت في الاول في الاخر اسمك سوفت وير، او يعني سوفت وير انجينير او حاجة تانية. شوف انت هتسمي نفسك ايه، بس انت مش موبايل ديفلوبر، او سمي نفسك موبايل ديفلوبر عادي. فبس مش فلاتر ديفلوبر ولا اي اي ولا مش عارف. لا، انت خليك في الشامل والاعم وعيش حياتك. فاهم قصدي؟ طيب، ليه اتعلمت فلاتر انا اساسا يعني؟ سهلة، يا لهوي على السهولة. يعني انت لو هنتكلم، انت بتتعلم حاجه اسمها الدارت في الاول. الدارت دي اصلا هي سي بلس بلس. لو انت دخلت سنه اولى في الكليه عندك هتلاقي الموضوع ما بياخدش معاك 10 دقايق. يعني هم اصلا بياخدوها ترم كامل، بس انت لما بتيجي تخلص الترم تيجي تبص على السي بلس بلس دي بتلاقيها ايه يا عم اللي احنا كنا عايشين فيه ده. الدارت نفس الموضوع. لو انت كمبيوتر ساينس بتخلصها في يوم، 3 ايام يا سيدي. يعني ما فيهاش اي تفاصيل، ما فيهاش اي حاجه. طيب، هي منتشرة. انت لو لقيت كورسات هتلاقي بلاوي يا بيه. كورسات بقى يعني مش عايز اقول لك، يوتيوب ويوديمي ودنيا سهلة اوي يعني. بتشتغل بكود واحد على 3/4 الأنظمة، ما فيهاش تفاصيل كتير، ومدعومة من جوجل، وده بونص كبير أوي ليه. ودي الحركة اللي كانت مخلية الناس تشتغل معاها من الأول. فما تقلقش، خش وارمي حمولك على الله، وإن شاء الله تكبر يعني بإذن الله. طيب، التحديات. الأعداد كتير أوي في فلاتر، لكن والله ما 3/4 دول على باب الله. 3/4 الناس اللي بتقدم على شغل هي ما تعرفش حاجة أصلا. بيقدم وخلاص، بتلاقيه مش عارف كاتب السي في بتاعه حاجة أعوذ بالله، وبيقدم على شغله وتفاصيل. فأنت أصلا في ناس لما بتيجي تعمل انستول لفلاتر اس دي كي،
او الدارت اس دي كي او الاندرويد اس دي كي، خلاص يا لهوي انا تعبت مش قادر. ايه يا عم، قابلتني شويه مشاكل والله مش قادر اتصرف فيها. ده في ناس، انا صحابي اقسم بالله اعرف ناس صحابي ما قدرش يكمل فيها لان هي فعلا صعبه. يعني في حاجات كتير قوي في الاندرويد ستوديو ده صعب قوي، كل جهاز بقى وتسهيل ربنا. انا كنت هبطل فتره في الاول موضوع الايميليتور ده، يا لهوي انا ليا حد من صحابي اقسم بالله العظيم مش عايز اقول ان هو فعلا ساب فلاتر عشان الايميليتور، بس هو بنسبه كبيره سابها عشان الايميليتور. الايميليتور صعب قوي يتعامل معاه، فدي تحديات بتقابل الناس في الاول وبتسيب الموضوع كله. طيب الحته اللي انا جاي اكلمك عنها النهارده، ان انت عشان توصل لحته معينه وتكون يعني جاهز للشغل وتكون موجود في مكان كويس، انت محتاج تكون افضل من 90% من الناس اللي حواليك. يعني انت تكون من التوب. التوب ده اللي هو ازاي؟ والله هي حاجة واحدة بس، تستمر. كل يوم خد لك نص ساعة، 10 دقايق، 3 ساعات، المهم ان انت كل يوم لازم تعمل لك حاجة في فلاتر بس. يا بيه اي حاجة في الدنيا بالاستمرار، 10 دقايق، 5 ساعات، ساعة، اليوم اللي يجيلك فيه اهم حاجة انك ما يعديش عليك يوم غير وانت بتعمل الحاجة دي، ومستحيل هتبطلها عشان تبقى فاهم يعني. دي اهم نقطة. التحديات اللي هتواجهك في الاول لازم تعديها، لان بتوقع ناس كتير قوي. كل جهاز على حسب، لازم تدور تتعب شوية لحد ما تلاقي الحاجة اللي انت عاوزها. طيب الحاجة التانية اللي هي ايه؟ learn flutter من فين؟ زي ما قلنا من اليوتيوب، زي ما قلنا من يوديمي. روح لشات جي بي تي، ده البابا ده هقول له اعمل لي كذا يعمل لك، ساعدني في كذا يساعدك. بس خد بالك من نقطة، كل ده ملوش لازمة. ليه؟ لان انت ما تعلمتش اهم حاجة لازم تتعلمها، السيرش. لازم تدور بنفسك، لازم تشوف ايه اللي وقف وايه اللي ناقصك وتروح تعمله. انا قابلتني مشكلة على طول اعمل سيرش يا معلم وريني عملت ايه. ما تروحش لحد، بتروح لحد تقول له ساعدني في حل المشكلة دي، وعايز عنك تروح لحد تنزل على جروب وتستنى الناس ترد عليك. يا عم انت لو كنت تعبت شوية وحليت مشكلتك بنفسك، اللي فكرت فيه روح يا عم احكي لشات جي بي تي قول انا فكرت في كذا اعملها ازاي، اقول لك خد يا بيه، خد يا بيه اهي، يعني اديتلك بالكود بالفكره بترتيب الملفات. يا راجل ده انت هتلاقي الدنيا كلها سهل. انما انت الاقي ناس منزله على الجروب يا جدعان حد يساعدني في حل المشكله دي، يعني انت مستني الناس دي كلها تساعدك؟ طب يا عم ساعد نفسك الاول وانجز مصلحه. في اللي يخش يبعت لي برايفت يقول لي انا بعمل كذا كذا ومش عارف. يا عم انت خش في المشكله على طول اللي بتواجهك، اللي انت المفروض عملت عنها سيرش كتير ومعرفتش توصل لها، وانا اساعدك فيها. خش لي على طول في السؤال. هتقول لي انت طب ما انت كنت بتسال وانت جديد يعني، وحد قال لك ان انا ما كنتش بسال؟ انا لو فتحت لك المكان اللي يعني الواتساب والحاجات دي اللي كنت بسال فيها، لهوي كنت بسال ناس كده عمال على بطال. بس وقتها ما كانش في شات جي بي تي، ما كانش الدنيا اسهل من كده، وكان ساعتها ما كانش فيه المصادر مش موجوده قوي. لكن غلطه واتعلمت منها ان انا المفروض ما اسالش كتير، المفروض اتعب الاول لوحدي واجيب الحاجه اللي انا عاوزها، اتعب عليها لحد ما فعلا خالص بقى اللي هو خالص. وده مستحيل يحصل. ليه؟ لان مفيش مشكله ما قابلتش غيرك. ما هي المشكله اللي هو هيحلها لك ده هو عارفها من فين، اللي هي قابلته قبل كده وعرف يحلها. ما انت ما بتلف في دايره، يعني انت بتلف في الدايره ما مالكش مخرج. هو انت رايح لواحد حل المشكله، طب حلها ازاي؟ عمل اللي انت ما عرفتش تعمله. طب هو ايه اللي يجبره ان انت تخش تقول له يا باشا انت ما بتردش عليا ليه في الشات؟ يا باشا انت متكبر على الناس ولا مش عارف ايه؟ يا عم انت حل مشكلتك لنفسك وبعدين بتعالى اتكلم شوف الناس عايزه ايه منك. يعني حاول ما تجيش في النقطه دي كتير، مش هتكلم فيها اكتر من كده لان هي ما تستاهلش اكتر من كده. بس دي من اهم النقط. لو انت اتعلمت السيرش انت مش مهم فلاتر، اتعلم اي يعني اللي معاه السيرش اتعلم في اي دنيا بعدين. طيب الحاجتين المهمين الدارت وفلاتر هما الاساس في الموضوع كله. الدارت زي ما قلنا هي ما بتاخدش اكتر من يوم، يعني يومين يا عم. فلاتر الاساسيات اللي فيها يا عم اديها شهر، يعني اقعد لك شهر كده كل يوم في ال30 يوم اللي في الشهر، مرة ساعة، مرة 10 دقايق، مرة ساعتين، هتلاقي الدنيا حلوة، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. بدأت تعمل يو اي، بدأت تعمل مش عارف ايه، بدأت كذا، واحدة واحدة الدنيا هتمشي معاك. واحدة واحدة هتلاقي في تحسن، واحدة واحدة هتلاقي نفسك انت بتفكر ازاي انا ما امشيش ورا الراجل ده،
واضيف حاجة تانية من عندي، بس الاول اتعلم الاساسيات صح. زي ما قلنا البلان بتاعتك تمشي في دارت وفلتر، وبعدين الباكج دي مكتوبة غلط، اللي هي الباكجات مع بعض والاي بي اي دي مكتوبة غلط، عايزين نظبطها. وزي ما قلنا الاي بي اي ده معلم لازم يكون موجود. في ناس بتقدم على شغل وهي ما اتعاملتش قبل كده مع الاي بي اي، يروح يقدم على شغل يقول لك انا معايا تو دو ليست ومعايا مش عارف ابلكيشن بيحسب النقط لكل فريق كسب كام، ابلكيشن بيعلم ازاي تنطق بالانجليزي. طب فين الاي بي اي؟ لا ما اشتغلتش والله اي بي اي، مش هتتقبل. في مصر الوضع بقى صعب والله، والله في مصر الوضع بقى صعب، عددنا كبير وطالبين ناس كتير قوي، فبالتالي اصلا انت مالكش فرصة ان انت تكون موجود في السوق غير بالاسلوب ده، ان انت تكون متميز فعلا عن اللي حواليك. وفي الاخر لازم تعمل مشاريع قوية، مشاريع قوية ما تكونش موجودة في كورسات، مشاريع تكون حقيقية طالعة من دماغك، انت عايز تعمل حاجة تفيد بها نفسك او تفيد بها غيرك. خد بالك من النقطة دي. ماشي. عشان تبقى فريش لازم يكون عندك الحاجات اللي موجودة قدامك دي، مش مهم بالترتيب، المهم انهم يكونوا عندك اكتر من ستيت مانجمنت. انا في شغل فريلانس بستخدم جيت اكس على طول. في شغل الشركات لما اشتغلت في شركة قبل كده، يا نهار ابيض على حوار الشركات ده، اقسم بالله اعوذ بالله يعني، اعوذ بالله. الشركات في مصر حاجة صعبة، لسه القصص جاية ولسه الحكايات كتير قوي مع بعض يعني. عموما لما اشتغلت في شركة، هو في الشركات ما بيثبتش على حاجة واحدة، مرة بلوك مرة كيوبيت مرة بروفايدر مرة دينيجيت اكس، فانت لازم تكون بتعرف تنط من دي لدي تنط من دي لدي. الريسبونسيف يو اي لازم يكون عندك ريسبونسيف ان انت تخلي الابلكيشن بتاعك متناسب مع كل احجام الشاشات. شوف الاول البروجكت او الابلكيشن هيطلع عليه ايه، هل هيطلع للويب، فانت كده محتاج ان هو يكون متناسب مع حاجتين، شاشة الكمبيوتر وشاشة الموبايل. لا ده هيطلع موبايل بس، خلاص ركز على الموبايل بس، هيطلع ديسكتوب بس، خلاص ديسكتوب بس. دي نقطة الريسبونسيف. الفاير بيز وجيت هاب اساسي يا معلم، اساسي يا معلم. في ناس بتخش اصلا الفاير بيز معظم الناس بتخش عارفاها، انما الجيت هاب بيقول لك لا انا ما اعرفوش. يا عم هو كورس اقسم بالله كله ساعه، يعني اكبر كورس جيت هاب شفته ساعه، يعني مفيش اسهل من كده، ومفيد قوي. لو انت في الجامعه خد يا معلم الايميل اعمل بيه احسن، في ايميل الجامعي مفيد قوي 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 في موضوع الجيت هاب ده. السيرش زي ما اتكلمنا، ريفاكتور الكود ده يا معلم ترجع للقديم بتاعك، تشوف انت كنت عامل ايه لما انت بقيت حد كويس، وتبدا تعدل في الكود بتاعك. اللي بقى زي ما اتكلمنا لازم يكون عندك سي في كويس قوي، ولازم يكون عندك بروجكتات محترمه. تعالى بيه نشوف الايه الملخص. اتكلمنا عن فلاتر، اتكلمنا عن الحاجات المهمه، التحديات والخطوات واهم المصادر. طب النصيحه، كان يا قلب الهندسه الدحيح كان بيقول ايه؟ مفيش حاجه بتضيع على الفاضي، كل خطوه بتاخدها هتعلمك حاجه جديده، يا اما هي دي الطريق الصح اللي تكمل فيه، يا اما ده الطريق الغلط فتسيبه، يا اما هتاخد خبرة تخليك لما تيجي تمشي على الطريق الصح تكمل عليه ازاي. حلو الكلام يا بيه. اتمنى ان انت تكون استفدت، اتمنى تعمل شير، اتمنى تعمل لايك، تظبط الدنيا معايا، تكمل بيها الفيديوهات. ولو عندك اي حاجة عايز تتكلم فيها ابعتلي، هسيب لينك الجروب تحت، هسيب كل حاجة، اللي عايز اي تفاصيل يبعتلي، وان شاء الله نتواصل وارد على كل الناس بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.